ازيكم يا احلى بنات؟ النهارده عايزه اتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا اسمها الجلو اب للدراسه. بس حابه اقولك ان الجلو اب مش بس في شكلكم من بره، يعني الجلو اب الحقيقي بيبدا من جواكي، من قلبك وروحك، وبعد كده يبان على شكلك واهتمامك بنفسك. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر نكون احسن نسخه من نفسنا داخليا وخارجيا. هنبدأ دلوقتي بالأهم، وهو الجلو أب الداخلي اللي ما بين قوسين جواكي. طيب، أول حاجة في الجلو أب الداخلي، ودي أهم حاجة، هي القرب من ربنا. طبعا قربك من ربنا ده صدقيني مفيش حاجة هتديكي راحة نفسية وسلام جواكي زي انك تكوني قريبة من ربنا لما تصلي، لما تدعي، لما تسلمي امرك لله، لما تفتكري ربنا في كل حاجة. هتلاقي قلبك دايما مطمن وتبقي اقوى. ربنا وعدنا ان احنا لو قربنا منه هو هيقرب مننا وهيسهل لنا حياتنا ويكرمنا في دراستنا. تاني حاجة في الجلو اب الداخلي وهي الرضا وعدم المقارنة. من اكتر الحاجات اللي بتضيع جلو اب الداخلي هو انك تبصي لغيرك وتقارني نفسك بيهم. كل واحدة ليها جمالها ولها طريقتها. الجلو اب الحقيقي انك ترضي بنفسك وتشتغلي على عيوبك وتطوري من نفسك بدل ما تضيع وقتك في المقارنة. تالت حاجة وهي الثقة بالنفس. الثقة مش انك تبقي احسن من غيرك، الثقة انك تعرفي قيمتك وتشتغلي على نفسك. لما تبقي منظمة ومجتهدة بتحبي نفسك، ساعتها ثقتك هتعلى بشكل طبيعي. وانتي ماشية خلي دايما راسك مرفوعة، مش اللي هو تكبر، لان انتي ماشية واثقة في نفسك. انتي لما تمشي كده هتدي تحفيز ليكي ان انتي يعني هتبيني قدام نفسك ان انتي قدام الناس انتي واثقه بنفسك. فدي شعور حلو قوي. وكمان وانتي ماشيه افردي ظهرك، ما تمشيش محنيه كده، لا، افردي ظهرك، بيني ان انتي ليكي شخصيه. فاهمين؟ التفاصيل دي بتبين ان انتي فيكي ثقه في نفسك كبيره قوي. رابع حاجه هي تنظيم الوقت والجديه. من اهم خطوات الجلو اب الداخلي انك تنظمي وقتك. اعملي لنفسك جدول مذاكرة، وقت للراحة، وقت للعب، وقت نوم. اللي بينجح مش أذكى حد، اللي بينجح هو اللي بيعرف يدير وقته صح. خامس حاجة معانا وهي الأخلاق والمعاملة. الجلو أب كمان بيبان في أخلاقك، إن ازاي بتكلمي أصحابك والناس اللي حواليكي. خليكي دايما لطيفة، ابتسمي، ساعدي غيرك. الشخصية الحلوة بتلمع أكتر من أي ميك اب أو لبس. تعالوا بقى نهتم برضو بشكلنا الخارجي زي ما اهتمينا بان احنا نكون افضل نسخة من نفسنا داخليا. تعالوا نشوف خارجيا. الأب الداخلي هي البشرة والشعر. اهتمي ببشرتك حتى لو بحاجات بسيطة، غسول الوش الصبح وبالليل، ترطيب، شرب مية. شعرك خليه نظيف ومتسرح، ولو محجبة لفيه لفة حجاب محترمة، وتكون مرتبة، وتكوي الطرحة عشان يكون شكلها مرتب. مش لازم تعملي حاجات غالية، البساطة هي اللي بتخليكي مرتبة. تاني حاجة في الجلو اب الخارجي هي النظافة الشخصية، ودي بالنسبة لي أهم حاجة. نظافتك أهم حاجة. سنانك نظيفة، ريحة حلوة، لبس نظيف ومكوي. التفاصيل الصغيرة دي بتفرق جدا في شكلك وثقتك بنفسك. تالت حاجة اللبس حتى لو لبس المدرسة، خلي شكلك مرتب. اكوي لبسك، اختاري اكسسوار بسيط لو مسموح في المدرسة انك تلبسي يعني حاجة بسيطة، مش لازم حاجة كبيرة، المهم يكون شكلك منظم ومرتب. رابع حاجة معانا وهي النوم والأكل. نامي بدري واصحي بدري. النوم الكويس بيخليكي مركزة وأجمل. تمام. كلي أكل صحي على قد ما تقدري، فواكه بقى، خضار، جسمك محتاج ده. وفي الآخر الجلو أب مش إننا نغير من نفسنا عشان الناس. الجلو أب الحقيقي إننا نرضي ربنا ونرضي نفسنا ونشتغل على شخصيتنا وحياتنا. لما قلبك يكون مليان رضا وقرب من ربنا وشكلك مرتب ونظيف، ساعتها انت هتبقي أجمل نسخة من نفسك
وافتكري دايما ان ربنا مش بس بيوفقنا في الدراسة لكن في حياتنا كلها لما يكون قصدنا نرضيه. خلي هدفك انك تصحي كل يوم تكوني احسن من امبارح.